ضد؟ لأنه هو فعلا بيريح. أنا مريت بظروف صعبة شوي بحياتي، فهو فعلا بيريح، ولكن يكون للإنسان بينه وبين نفسه، ما يورجي نقطة ضعفه لحدا. أنا لما ببكي بيوجعني راسي وبتعب بزيادة. فلا، خليني هيك مبتسمة. الأفضل نقول إنه الأكل هو اللي بيريح بحدود معينة، يعني ما إنه يصير الموضوع مرضي. ببكي أحيانا. أنا ما بحب الإنسان اللي بيبكي، وأنا أكيد بأماكن البكاء ضروري. لا سمح الله إذا في فاجعة كبيرة، إذا في شيء موت حدا قريب أو شخص مقرب. بس أنا بالنسبة لي يعني أنا إنسان بشوف الدموع هي ضعف. البكي سر إلهي بعتبره أنا، لأنه بمجرد ما الإنسان يبكي في شيء بالجسم بينفرز، بيخلينا نروق نهدى. واما الناس اللي بتتضايق او بتنحر وما بتبكي، هدول يمكن يجيهم جلطه يحزقوا. بفش قهري بالبكي، يعني اذا ما حدا سمعني، وهو على الاغلب 90% ما حدا رح يسمعك ورح يسمع مشاكلك، لانه دا يقول انت شخص تافه وكثير بتكبر المواضيع ومدري ايش شو. فما في غير انه تفش قهرك بالبكي، بريح كثير.